أكبر معبد في العالم على مساحة 247 فدان، وأقدم دار عبادة في التاريخ. عمره أكتر من 4000 سنة، واستمر بناؤه وتطويره أكتر من 2000 سنة على إيد 30 من ملوك الفراعنة. مجمع للمعابد يحتوي على 11 معبد وأكبر غرفة عبادة في العالم وبحيرة. معجزات هندسية هنعرفها مع بعض. اتفضل اشترك في القناة وفعل زر الجرس، وتعال نتعرف مع بعض على الإعجاز الهندسي في معبد الكرنك. يقع معبد الكرنك على الضفة الشرقية لنهر النيل في مدينة طيبة، العاصمة التاريخية لملوك الفراعنة اللي هي مدينة الأقصر حاليا. بدأ إنشاء المعبد سنة 2055 قبل الميلاد في عصر الدولة الوسطى، وكان العصر الذهبي ليه أيام الدولة الحديثة اللي بينتمي ليها توت عنخ آمون ورمسيس الثاني وغيرهم من الفراعنة المشهورين. وكان كل فرعون بيضيف حاجة جديدة للمعبد كنوع من التقرب إلى الآلهة، واستمر تطويره والإضافات ليه لغاية العصر اليوناني الروماني. هو اتبنى في الأول عشان يكون دار عبادة للثالوث المقدس آمون را إله الشمس وكبير الآلهة، وزوجته الإلهة مت اللي هي الإلهة الأم والدة جميع الآلهة، وكان الفراعنة بيعتقدوا إنها أم كل شيء في الكون، كل المخلوقات. وابنهم الإله خونسو إله القمر. المعبد ده كان اسمه عند الفراعنة آمون رع سجم نحت، يعني المعبد الخاص بآمون رع. وبعد كده أطلق عليه اسم إيت سوت آي، يعني المكان المختار. أمال اسم الكرنك ده جه منين؟ الاسم ده بدأ إطلاقه على المعبد بعد الفتح الإسلامي لمصر، وهو تحريف للكلمة العربية الخورنق، يعني الحصن أو القرية المحصنة. وده اسم على مسمى، لأن معبد الكرنك هو فعلا قرية من المعابد محصنة وليها أسوار. الطريق المؤدي إلى المعبد هو طريق الكباش الشهير، ممر طويل يبلغ طوله أكثر من 2700 متر وعرضه حوالي 70 متر، وعلى يمينه ويساره 1300 تمثال للكباش، ما بين كباش كاملة أو رأس كبش على جسم أسد أو رأس إنسان على جسم أسد، وكلها ترمز إلى القوة والسطوة، لأن طريق الكباش ده كان طريق مواكب الآلهة عند الفراعنة، وطريق الكباش بيصل بين معبد الكرنك ومعبد الأقصر. في مدخل معبد الكرنك مسلتين، بعدهم سلالم تؤدي إلى ممر ندخل منه إلى مجمع المعابد. وفي الممر ده في تمثال كبير لأبو الهول براس كبش، وتمثال صغير للملك رمسيس الثاني. المعجزات بقى، يحتوي معبد الكرنك على أكبر قاعة للعبادة في العالم، قاعة الأعمدة الكبرى اللي بدأ بنائها الملك سيتي الأول. بها 134 عمود منظمة في 16 صف. مساحة القاعة دي أكتر من 5000 متر مربع. في وسط القاعة 12 عمود في صفين، كل صف 6 عواميد على شكل زهرة اللوتس. قطر العمود 3 أمتار، وارتفاع العمود ما بين 15 متر إلى 19 متر، يعني ارتفاع الدور الخامس أو السادس. محدش يسألني اتبنى ازاي. وعبقرية المهندس المعماري المصري القديم مش بس في بنى العواميد بالحجم ده، ولا في انه قدر يحط العدد الكبير ده من العواميد في المساحة دي من غير ما نحس انها خانقة. لا، ده كمان خلى العواميد الطويلة مكانها في الداخل والعواميد الأقصر مكانها للخارج، عشان يعمل مسار للهواء يخليه يدخل ويخرج من القاعة ويتجدد بسهولة. كده وبس،
أرضية قاعة الأعمدة الكبرى من الجرانيت الوردي، لون زاهي يحسسك إن هو مضيء، ويتدرج بقى لون الأعمدة اللي فوق الأرضية دي من اللون الزاهي اللي بيدي إحساس بالضوء في الأسفل، يميل إلى اللون الداكن تدريجيا كل ما طلعنا لفوق لغاية لون داكن تماما عند السقف، يعني كأن النور بيقل تدريجي كل ما طلعنا فوق عشان يديك إحساس بالرهبة والعظمة. أما السقف بقى اللي العواميد شايلاه، محدش يسأل ازاي قدروا يرفعوه لمستوى 20 متر و16 متر ويثبتوه فوق العواميد دهية. اللي خلاهم بنوا الهرم يعني مش هيعرفوا يرفعوا حتة سقف غلبان؟ من المعجزات الهندسية في معبد الكرنك مسلة حتشبسوت المصنوعة برضو من الجرانيت الوردي. الجرانيت الوردي على فكرة نادر جدا، وهي دي إحدى أطول مسلتين في العالم، طولها 29 متر ونص ووزنها 330 طن، قطعة واحدة من الجرانيت الوردي. احنا قلنا ان هما قاعة الأعمدة معمولة أرضيتها من الجرانيت الوردي، مش صعب قوي، لكن الصعب انك تنحت قطعة واحدة من الجرانيت بوزن 330 طن وترفعها وتثبتها وتخليها مسلة. عشان ناخد فكرة عن صلابة الجرانيت اللي منحوتة منه المسلة دهيت، ممكن نعرف ان عند بناء السد العالي في الستينات من القرن العشرين كانوا محتاجين يكسروا الجرانيت عشان يعملوا مسار لنهر النيل. ما كانش قدامهم حل تاني غير ان هم ينسفوه بالديناميت، ما كانش ينفع يكسروا، ما عرفوش. لكن الفراعنة نحتوا منه مسلات وعملوا منه أرضية قاعة الأعمدة عادي جدا. من المعالم الشهيرة في مجمع معابد الكرنك معبد آمون رع الكبير. طبعا آمون رع ده كبير الآلهة، فلازم المعبد بتاعه يبقى حاجة فاخرة. المعبد ده فيه محراب مظلم يحتوي على تماثيل للإله آمون رع، ويعرف باسم قدس الأقداس. المحراب ده يفضل مظلم طول السنة ما عدا يوم واحد بس، يوم 21 ديسمبر اللي هو يوم الانقلاب الشتوي وبداية فصل الشتاء. ليه؟ عشان ده يوم ميلاد الإله آمون طبقا لمعتقدات الفراعنة. في اليوم ده بس الشمس بتدخل لقدس الأقداس وتضيئه، وده تاني أشهر تعامد للشمس بعد التعامد الشهير على وجه رمسيس الثاني في معبد أبو سمبل. ازاي الفراعنة بقى قدروا يظبطوها كده ان الشمس في يوم معين تخش من مسار معين وتضيء نقطة معينة؟ لا، محدش يعرف. بالمناسبة في نفس اليوم 21 ديسمبر الشمس بتتعامد ايضا على معبد الدير البحري كمان. قدام معبد آمون رع في ميناء نهري كان مرسى للسفن، لان وقتها كان النيل بيوصل لغاية حافة المعبد. من المعجزات الهندسية في مجمع معابد الكرنك البحيرة المقدسة اللي أنشأها الملك تحتمس الثالث، واللي كان الكهنة والعابدين بيغتسلوا من مياهها المقدسة عشان ياخدوا البركة وفقا لمعتقداتهم. مساحتها 120 متر في 77 متر، وليها سلالم تنزل عليها لغاية مستوى المياه. طب فين المعجزة يعني؟ المعجزة بقى إن منسوب المياه فيها ثابت مش بيتغير، يعني المياه اللي بتتبخر بتتعوض من المياه الجوفية. وأيام فيضان النيل لما كان النيل بيفيض ويعلى منسوبه، منسوب المياه في البحيرة ثابت زي ما هو. وأيام الجفاف لو منسوب النيل قل شوية برضه منسوب المياه في البحيرة ثابت زي ما هو. ومع ان المياه فيها تعتبر مياه راكدة بنسبة كبيرة ومش بتتجدد، مش مياه جارية، الا انه مفيش اي عفن ظهر عليها خالص، ولا طحالب ولا رائحة عطن، رغم مرور اكتر من 3000 سنة عليها. تفضل احدى المعجزات الهندسية في مجمع معابد الكرنك. معجزات الفراعنة مش بتخلص، وحكاياتهم عندي منها كتير قوي. لو الفيديو عجبك يبقى يستاهل منك لايك وشير عشان غيرك كمان يشوفه. ولو لسه مش مشترك في القناة اتفضل اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من حكايات الفراعنة والحضارة المصرية القديمة.